السلام عليكم متابعي قناة في الجول سبورت الأعزاء. في هذا الفيديو سنشارك معكم مقارنة بين منتخب اليمن للناشئين ومنتخب السعودية من حيث طريقة لعب المنتخبين ومشوار المنتخبين في البطولة. لكن قبل البدء أرجو من الجميع دعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. أولا نبدأ بطريق المنتخبين إلى المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا. تأهل منتخب اليمن للناشئين بعد الفوز بجميع مبارياته في دور المجموعات على العراق وعلى عمان وعلى لبنان، وفي الدور النصف النهائي انتصر المنتخب اليمني على منتخب الإمارات، وسجل المنتخب اليمني في جميع مبارياته السابقة 7 أهداف واستقبل هدف. أما عن طريق المنتخب السعودي للمباراة النهائية فتأهل المنتخب السعودي بعد أن تصدر مجموعته لكن بفوز وحيد وتعادلين، وفي مباراة النصف النهائي فاز المنتخب السعودي على منتخب العراق، وسجل المنتخب السعودي في مبارياته في البطولة 6 أهداف واستقبل 3. ويعتمد المنتخب السعودي في لعبه على الضغط العالي على لاعبي الخصم والهجوم من العمق، حيث يمتلك المنتخب السعودي لاعبين مهاريين، ويعتمد أيضا على الهجوم من الأطراف، فيما يعتمد منتخبنا الوطني على الضغط العالي أيضا، بحيث يضغط لاعبو المنتخب اليمني بأكثر من لاعب على حامل الكرة في الفريق الخصم. وفي الهجوم يلعب المنتخب اليمني الهجوم المرتد، وأيضا الهجوم من الأطراف والكرات الطويلة خلف المدافعين. من خلال مشاهدتي للمنتخب اليمني والمنتخب السعودي أتوقع المباراة ستكون لصالح المنتخب اليمني بنتيجة هدف لصالح المنتخب اليمني أو هدفان مقابل هدف.